السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نتكلم على الصفقات ونحلل الزمالك جاب كام صفقة وهم ايه الصفقات ديت ونتكلم عليهم يعني بشكل مفصل كده في السريع. نتكلم بس على قناة الأهلي اللي ماشي بمبدأ اللي تغلبوا العبوا واللي اختشوا ماتوا. النادي الأهلي ماشي بمبدأ اللي اختشوا ماتوا فعلا، وش مفيش كسوف. الأهلي طالع بيقول لك إن احنا جلجانين زي كابتن عبد الناصر محمد، شغال في نادي الزمالك وشغال في النادي انبي. ده تضارب في الحوارات. يا جدع يا جدع، ده انت حسن حمدي كان شغال في وكالة الأهرام وعمال يجيب لكم إعلانات ويعمل يحط. هو اللي عملكم، هو اللي نجالكم النجلة دي كلها حسن حمدي في الأول. ده سيبك من فلوس الزيتون وفلوس الكافيل والحياة دي. بس حسن حمدي صاحب التأسيس دي كله. بعدين مين جالك اصلا؟ الراجل عبد الناصر محمد جالك انا مش شغال غير في نادي الزمالك، ومفيش نادي الزمالك اصلا مستحيل يشغل حد يكون شغال بره الزمالك. ده الزمالك نفسه محتاج واحد شغال تركيزه في الزمالك مليون واتنين مليون في المية. هيجيب واحد شغال في نادي انبي مدير رياضي؟ هو كل ده عشان جون ادوار؟ انا عارف جون ادوار لغايه دلوقتي ما جابش الصفقات اللي انا بتمناها. كل الزملكاويه متأكدين كده، لسه صفقات الزمالك اللي انا بتمناها ما جاتش في الزمالك. وما شفتش شغله غير في التنظيم في السرية وفي حاجات كتير وفي التفاوض والفلوس اللي بيجيبها من لعيبة الزمالك مش عايزها والتجليل المرتبات للعيبة وللمدرب. كل حاجة شغله واضح في الحاجات دي. بس الصفقات خلينا نتكلم عليها في الاخر. انما انتوا في ايه؟ هو بيقولك فعلا اللي اختشوا ماتوا. فالنادي الاهلي مبدأ ماشي بمبدأ، وكل ما ينتمي للنادي الاهلي وقناة النادي الاهلي نشوف لا احنا مش هنختشي عشان ما نموتش يا جدعان، عشان لازم احنا نتكلم على الفاضي والمليان. اهدوا شوية على نفسكم، انتوا عاملين نفسكم ان انتوا في حتة تانية. يا جدعان انتوا عاملين نفسكم ان انتوا في حتة تانية، وبرضه لسه الزمالك تعبكم وواكلكم وحاربكم كده ليه؟ وكل شوية احنا مش بنعيط، امال انت بتعملوا ايه؟ ده انا من امبارح اقسم بالله بجلب بالصدفه كده لقيت احمد بلال. يا اسطى انت ما خدت على عينك، خدت كشاف واتنين وتلاته على عينك من جمهور الزمالك ومن جمهور الاهلي واتمسح بيك الارض بعد السوبر الافريقي اللي قلت الزمالك هيشيل. انت اللي شلت وشلت كتير، شلت كتير قوي قوي يا بلال. فاهد على نفسك. بقولك الزمالك بره المنافسه، الزمالك مركز تالت نهائيا، مستحيل الزمالك ينافس. ولما الزمالك يديك كشاف على العين دلوقتي هتدوس؟ ما انت كان معك السكواد ده كله واخد الدوري بالتعريض رسمي فهمي نظمي عزمي، وان شاء الله هيتسحب منك. فانت واخده بالتعريض، فمش تعمل نفسك بان انت بتفهم جو. انت ما بتتكلمش عشان انت بتفهم، هم مطلعينك عشان تركب الترند. بس خلي بالك يا بلال، الترند يركبك، خلي بالك. خش بقى على الصفقات بقى ونقيم الصفقات. الزمالك جاب اعلن او مش اعلن رسمي كمان عمرو الناصر لاعب فاركو المهاجم متميز، وانا بشوف من وجهة نظري باسم مرسي في اول سنة. تحركاته سريع وشرس على الملعب كورة. وشفت الجول اللي جابه في النادي الاهلي في الرابطة اللي طلع فيها حصالة برضو دي. لاعب متميز ولاعب سريع ولاعب شرس وهجام على كل كورة، كل عالية واطية مرتدة، كل كورة ان شاء الله. متفائل بعمرو ناصر مع ناصر منسي مع محمد احمد شريف. لاعب برومسي، لاعب واعد، عنده 22 سنة، بيلعب بقاله أكتر من 5 6 سنين في الدوري، بداية من دجلة من عنده وإن هو عنده 16 سنة ويمكن أقل. بيلعب في الدوري المصري، سجل السنة اللي فاتت 5 أهداف. مش هو الأرقام المميزة بس ممكن ينطلق معاك انطلاقة. هو لاعب برضه سريع ولاعب مشاغب، ان شاء الله يبقى حاجة كويسة جدا. اللاعب التالت اللي الزمالك بيخلص فيه وبقى لازما طبعا إدارة بتروجيت تبوس إيد الخطيب الأول عشان ترضى توافق إن نادي الزمالك تدي نادي الزمالك اللاعب. إدارة بتروجيت في الشتاء بوظت صفقة أحمد رضا بعد ما كان ماضي في الزمالك ومخلص كل حاجة عشان النادي الأهلي ما يزعلش، وبعدت اللاعب واللاعب دلوقتي هيطلع. دلوقتي بيحاولوا يبوظوا بأي طريقة انضمام اللاعب حامد حمدان لنادي الزمالك. هنشوف هتخلص على ايه. احمد ربيعة لاعب النادي الاهلي، لاعب جيد جدا جدا، لاعب برومسون برضه، ولاعب ان شاء الله يتألق مع نادي الزمالك. وهو كان في النادي البنك الاهلي خصوصا في الدور الثاني
كان متألق جدا جدا. ان شاء الله يتألق في نادي الزمالك ويسد رقم 6 دي بعيد عن دونجا نهائيا. في واحد كده بمناسبة بتروجيت، كابتن ده انا عامل لاغي خاف الاسم، بس بتفشخر وفرحان بنفسه ان هو عنده كرئيس نادي رمز وان الانديه بتخدمه وشغالين خدامين له. دلوقتي عشان جون ادوار في شويه علاقات وكده زعلانين. ازاي يا جدع؟ ازاي هي الكره بتندار بالعلاقات؟ اهو اهو بتندار، واقسم بالله الكره بمصر بتندار بالعلاقات بس ما فيش ولا مؤهلات ولا ذكاء ولا فهم ولا اي حاجه. انت هي شغاله بالواسطه والكوس. نخش على الصفقة الأفريقية أول صفقة أجانب، شيكو اللاعب اللي بيلعب في الدوري البرتغالي اللي أرقامه سلبية جدا في البرتغال، بس لاعب تاخد منه تحس إن هو فيه. ما احنا كنا جايبين بن شرقي احتياطي من نادي الهلال، ما بيلعبش في الهلال السعودي وجاب لي طفرة السعودية دي كمان، كان قاعد احتياطي بس. اسمه ايه ده؟ احنا جايبين مين تاني؟ بن رمضان اللي انتوا جايبينه من المجر ما بيلعبش في المجر، قاعد احتياطه كل سنه. بتوع المجر عايزين يخلصوا منه ومش عارفين. دلوقتي بقى بيقول لك بيلعب، عايز تشيلسي عايزه وبورتو عايزه وبنفيكا بيتخانقوا عليه، والاتنين عاملين خناقه شوارع كده في البرتغال على محمد بن رمضان اللي ما بيلعبش في المجر ولا. وكانوا عايزين كل موسم عايزين يخرجوه بأي طريقة لغاية لما لقى الذكي اللي خده. فبالراحة على نفسكم، احنا هنشوف الصفقة دي ان شاء الله، وان شاء الله اللعيبة هتكسر الدنيا.